في ظل ما الميكروويفات غليت جدا، بقول لكم على فكره ممتازه ببكره الفويل ديت، تبقى غنيه عن الميكروويف وتعمل اللي الميكروويف بيعمله بالظبط من تسخين الاكل بسرعه وبنفس الطريقه والجوده اللي بيسخن بيها الميكروويف. اول حاجه ايه؟ ان احنا بنجيب اي طاسه عندنا بالشكل ده، بنجيب الفويل ده ونعمل منه كرات زي كده اهي. وبعد كده بنجيب وليكن دي مثلا انا اعتمدها وكانها البوتاجاز يعني السبرتالي دي. بنحط ورق الفويل ده كده مدور بالشكل ده، ونجيب ميه عاديه خالص ونحطها في قلبه، اللي هي ايه، ميه تغلي، والورق الفويل ده بيبقى جواها كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنجيب اي حاجه عندنا من التلاجة خالص، اللي هي مثلا فراخ، كفته، الحاجات اللي احنا بنحطها في الفرن بتنشف، احنا عايزينها تبقى كانها لسه مستويه وفي نفس الوقت ما تنشفش. وليكن مثلا كفته، انا رحت بقى اشتريت لكم 8 كيلو كفته عشان اجرب عليه، عشان يبقى الموضوع واقعي قدامكم. وادي نجيب كده بنولع البوتاجاز اهو بالشكل ده اهو كده، وبنحط الحاجه اللي مطلعها على التلاجة بنحطها كده اهي، بنحطها على ورق الفويل ده ماشي. وبعد كده بنقوم حاطين دي كده على البوتاجاز اهي تمام، وبنسيبها تغلي الميه، نسيب الميه دي تغلي وبنغطيها كده. الموضوع ما بيستغرقش بالظبط 5 دقائق، بنسيبها تغلي. تعالوا بقى نسيبها تغلي ونرجع تاني. ادي كده سيبناها 10 دقائق، تعالوا بقى نشوف النتيجه. ادي اول ما بنطلع كده بتكون عملت بخار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. البخار بقى والكلام ده ميزته في ايه؟ ان هو بيخلي لك الاكل كانه لسه مستوي، بيسخنه بكل درجات الحراره من جوه ومن بره كانه لسه مستوي بالظبط، بديل الميكروويف. في ميزه بقى كمان عن الميكروويف، ان احنا الميكروويف بنحط فيه الحاجات اللي هي البايركس والبلاستيكيه بس، لكن الفكره دي ممكن نحط فيها بايركس، نحط فيها الومنيوم، نحط فيها اي حاجه، ستانلس، نحط فيها اي معدن هتنفع على حسب الكميه اللي احنا عايزينها هنسيبها. بصوا فكره ممتازه متجربه، ناس كتير جدا جربتها. قلت اعمل الفكره ديت اساعد الناس ان هي لو مش قادره تجيب مايكرويف وفي نفس الوقت تستفاد بالفكره دي في قلب البيت. اي فويل بقى مستخدم مش مستخدم كده كده احنا بنحطه زي ما انتم شايفينه اهي. بصوا بيطلع الحاجه بقى، بص البخار مطلعها كانها مستويه لسه مستويه بالظبط، بتبقى سخنه وحلوه زيه زي الميكرويف. لو الفكره دي عجبتكم اتمنى ان انتم تعملوا لايك، تعملوا شير، خلي غيركم يشوفها، عشان في ناس بتبقى مش قادره تجيب ميكرويف. ادي دي فكره بديله عن الميكرويف، وفي نفس الوقت عشان اجيب لكم افكار جديده واحسن عشان خاطر تستفادوا. شكرا.